خير للشعراء عبر كل الأزمان قيمة إعلامية عظمى مو سهلة. يعني ماني مبالغ لو أقول لكم قبل 60 سنة كان الشاعر هو المصدر الإعلامي الوحيد للدول وللقبائل ولشيوخ القبائل وللأمراء. إذا ما عندك شاعر ينقل أخبارك ما حد راح يدري عن أخبارك. يمكن من 60 سنة وجاي لا في قنوات في سوشيال ميديا، لكن يبقى للشاعر دور كبير بتهذيب المجتمع وبتناقل بعض الأخبار بقصائده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتناولها يعني تناول جيد حتى على مستوى الهجاء. يعني على مستوى الهجاء في الشعر العربي الفصيح يبقى بيت جرير يعني علم، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعب بلغت ولا كلابه. تالي يعني من سنة وجاي محمد بن الديب صاير يبدع بالهجاء، والهجاء اللي يجي على حله الناس ما تنساه. وأزيدكم من الشعر بيت، ترى الناس تبحث عن الهجاء وتحفظه بشكل أسرع من المدح والحب والغزل. لذلك إذا كان الهجاء يخدم فيه المجتمع الناس على طول تحفظه. والله أن محمد بن الديب قبل سنة جاله واحد كاتب ساكن بلندن، أنا أول ما شفت الكاتب تذكرت البيت اللي يقول الناس تدخل إلى التاريخ من بابه، وراح تدخل إلى التاريخ من أنا ماني مكمل يعني. فالبيت هذا خلاص ثبت براسي، كل ما رحت لندن وشفت هالكاتب هذا بوجهي تذكرت هالبيت. فخلاص يعني محمد بن الديب نسب هذا الكاتب نسب كلي، وأنا على يقين أن الكل حافظ هذا البيت. أمس طلع أبو حمدان وقال له بيت لله ثم للتاريخ. يقول أبو حمدان عن الكاتب هذا اللي حتى خدامتنا سحلته، وعز الله أنه وجه يستاهل، اسحلوا سحل حتى المتصهينين العرب اسحلوا. فاسمعوا أبو حمدان شو يقول. يقول المرء من 7 إلى 9 شهور ينمو في بطن أمه ولا تم جتبه، إلا هذا أمه بدون أي تكسور توحمت به بالضحى. ماني مكملة والله يا جماعة، ما أقدر أقول الهجاء اللي قاعد يقوله لكن بيض الله وجهك يا أبو حمدان. الأشكال هذه على الكاتب اللي عايش بلندن. والله يا جماعة يعني أنا رسالتي لكل أصدقائي الشعراء، الهجاء باب من أبواب الشعر. إذا شفتوا أي واطي من هالناس هذه الواطية اللي تستاهل الهجاء، ثقوا تماما نحن كمجتمعات راح ندعمكم، مثل ما حاليا ندعم الشاعر محمد بن الديب بكل أبيات الهجاء اللي قاعد يوجهها للأشكال الوسطى هذه، سواء اللي بلندن اللي يقول الناس تدخل إلى التاريخ من بابه، وراك تدخل إلى التاريخ هذا روح لنا. والله إن شفته أنا طبعا شفته أول مرة أعطيته طاف بس طالعته وضحكت، المرة الثانية راح أصرخ عليه بالبيت، راح أردد البيت وراه عشان يعرف أن المجتمع ما نسى، وأنا على يقين أن المجتمعات لا تنسى الهجاء.